بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، العراق جمجمة العرب ورمح الله المسلول في الأرض. قيل إنها مقولة مأثورة لعملاق الإسلام سيدي عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وتحدثنا عن أسباب احتلال العراق، وهي أسباب كثيرة، وأبرزها أسباب سياسية وأسباب عقائدية لها جذور بعيدة. ولكننا تحدثنا وقلنا بأن العراق بدأ يصنع الصناعات أو التقنيات التكنولوجية العالية جدا، وبدأ العراق يعمل، وبدأ العراق ينهض، ورغم الحصار ورغم الحروب الشديدة التي كان العراق يمر بها، على أن العراق كان متميزا على سائر بلدان الوطن العربي، بل إنه كان متميزا على سائر بلدان العالم الإسلامي. وهذه أسباب كانت كافية من أجل أن يحتل العراق، ومن أجل أن يقتل العراق، ومن أجل أن ينحر العراق، ومن أجل أن يقضى على العلم في العراق، ومن أجل أن يقضى على العلماء في العراق، ومن أجل أن يقضى على العقول المفكرة التي كانت موجودة في العراق وكانت تدير الأمور، ولم يكن بلدا عدائيا، ولم يكن بلدا يظهر الشر للآخرين، ولكنهم كانوا يحسبون ذلك وكانوا يخشون ذلك، فنظروا إلى هذه الأمة العربية الهامدة النائمة السامدة، هذه الأمة التي كان حكامها كلهم أذناب للمعسكرات الغربية والمعسكرات الصهيونية والمعسكرات الاستعمارية، إلا العراق بدأ ينهض، وهذا البلد بدأ يفكر جيدا، وبدأ يصنع الصناعات، وبدأ يبتكر الابتكارات. فقالوا وقرروا واجتمعوا وخططوا ودبروا وتآمروا، وقالوا لا بد أن نقضي على العراق، فقرروا احتلال العراق، وهذا ما حصل وهذا ما جرى، والله المستعان على ما يصفون. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. سرعتك حاليا ايش قد؟ السرعة حاليا 160. 350 الار بي ام، ماني فورم بريشر 5.5، الفيول اصلا 30 بالضبط.